الليل بتحتقر اللي اختاره الدكتور محمد مرسي، واللي شايف ان محمد مرسي ده ما كانش ينفع يبقى رئيس، وان احنا كده اسأنا لمبارك وسوزان مبارك وعلاء مبارك وجمال مبارك وعياط وندب ولطم. واحنا على فكرة عمرنا ما شفنا فنانين ليهم في السياسة خالص خالص، كانوا بس بيستخدموا كواجهة لمصر هم ولاعيبه الكورة، علينا البلد في ازدهار وان 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 وان، دي حواديت كلنا عارفينها يعني. بيرد الحقيقة طبعا جريدة التحرير، ودي جريدة بقى مش عارف اقول لكم فيها ناس وظيفتهم ما عندوش حاجة غير كده، افتحوا جريدة التحرير واقروا زي الأخ اللي قاعد يخبط في أبو هريرة، اللي المفروض يعني أقول لك إيه، بس ده أنت المفروض تشيل نعل أبو هريرة على راسك يعني، إنما علينا أو ده يخبط في أبو هريرة، وده يخبط في الرئيس، وده يخبط في البرنامج، وده يخبط في الإسلاميين، وده يخبط في الإخوان. ما فيش شغلانة عند الناس دي. يعني نفسي أقرأ لهم مقال إيجابي بيرصد حاجة ويقول ما تتحركوا عشان نعملها. زي مثلا ما تلاقي حد بيتكلم عن الأوضاع الأمنية، إن ممكن أمشي مسافة طويلة وما الاقيش ضابط، ده كلام جميل قوي، وندق على الكلام ده ونقول لوزير الداخلية فين الضباط في الشوارع وفين المرور وفين الأمن وفين وفين وفين، ده كلام نقوله. تعليم، ناس عندها مشاكل في التعليم ومشاكل في الصحة، لسه في فساد في حتت كتير جدا. والنهاردة المواطن اللي حرق نفسه ده، طبعا هذا الكلام مرفوض ان احنا نكرر سيناريو بوعزيزي، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، اللي هو حرق نفسه في تونس وكان مفجر هذه الثورات اللي حصلت، ثورات الربيع العربي يعني. لكن في النهاية هل ما جعش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جعش النبي، ما ربطش على بطنه حجر من الجوع. وما بقولش الكلام ده عشان أنا باكل وغيري ما بياكلش، الحمد لله بنشارك كثير في مشاكل الناس عن طريق الفضلاء في مصر اللي عندهم استعداد يبعت. والله العظيم واحد بعت لي رسالة قال لي لو عندك أي حد الحد الأدنى بيته مش موجود من الطعام والشراب ابعت لي اسمه وأنا متكفل إن أنا أتعامل معاه. دي ناس وفي الدرة، ولا طلع في إعلام ولا هيص، مش طول النهار عمال يهدم الإخوان أخوانة الدولة، الضمانات، حقوق الأقباط، حقوق الفنانين. فين حقوق الشعب الغلبان؟ فين حقوق الفقراء؟ فين حقوق دول؟ بس هي حقوق الفنانين اللي تصان فقط. فين حقوق المسيحيين الفقراء والمسلمين الفقراء؟ عشان ما تجيش نخش يقول لك انت بتتكلم عن المسيحيين ويزعلوا يعني. فين حقوق دول؟ فين حقوق دول؟ دوروا عليها. فأمجد غانم كاتب طبعا بيقول انه رادد على جريدة التحرير يوم 25 أغسطس السبت النهارده، واحد اسمه حميدة أبو هميلة ورضوى الشاذلي وأحمد الريدي عاملين كلام كتير قوي، بيقولوا انه انتوا ليه بتبصوا على الفنانين يعني نقص الفساد، والنظرة دي موجودة لكنها ازدادت جرأة. كلموا عن يعني سبحان الله العظيم، لما ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ها يعني بيقول لك انه اللي بيتعمل ده في لحم رخيص ده فن، فعيب يعني ما تقولوش عليه فساد. ما علينا، ازدادت جرأة بل وقاحة. خلي بالكم ده الكلام ده موجود في جريدة التحرير، للي بيتكلموا لما بنقول لهم انتم مش متربيين يقول لك ايه، شوف الشيخ، شوف الشيخ بيقول ايه. ها هو يقول وقاحة ما عندوش مشكلة، يصف الدكتور عبد الله بدر بالوقح، واي حد هيجري على شاكلته، الشيخ وجدي غنيم، انا غيري من اللي رافضين هذا العري والتبذل والاسفاف من خالد يوسف وامثاله واشكاله. وزي ما قالوا في المثل الانجليزي يعني like birds fly together، الطيور على أشكالها تقع، ده عندهم مثل كده. فالمهم بيقولوا بل وقاحة في التطاول على الفن والفنانين باسم الدين والتدين، تطورت من مجرد نظر الاتهامات لنجوم الفن بإفساد المجتمع، ومن مجرد الاتهامات للسب والقص المباشر من شيوخ لا يتابعون من تفاصيل الفن سوى المشاهد الساخنة، والممثل قبل زميلته واحتضنها، متناسين أي قضية بيطرحها العمل الذي سبق ووافقت عليه هيئة الرقابة على المصنفات. أهلا وسهلا بهيئة الرقابة. يعني لما الاقي ممثل بيقبلها 4 5 6 دقايق زي ما الناس بتبعت صورهم على الانترنت والفيديو والحاجة دي، الكلام من ده يعني، ومشهد وعلى السرير وحاجة في منتهى قلة الأدب يعني. والرقابة ايه؟ الرقابة دي ايه يعني؟ جهة شرعية؟ شيخ الأزهر والمفتي ما يردوا يقولوا لنا الفن ده حلال ولا حرام، اللي بيتعمل العري ده حلال ولا حرام؟ حلال ان تطلع ممثلة ترقص في رمضان 3 4 دقايق على أغنية، 3 4 دقايق قاعدة بترقص وجوزها يتميل قدامها، حلال ولا حرام يا شيخ الأزهر انت والمفتي؟ ما تردوا على الناس دول. ولا الرد بتاعكم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة؟ حكمة ايه وموعظة حسنة ايه؟ احنا بنسألك سؤال، ده حلال ولا حرام؟ ترد علينا رد واضح، بدل ما تسيبوا الفنانين والممثلين بعضهم يعني شغال سلخ على الراجل، وهنرفع عليهم قواضي وهنعلمهم الإسلام وهنعلمهم التدين وانتوا ساكتين. وبعدين
طبعا نسينا احنا زمان ان في بعض الفنانين اتمسك وهو بيحشش ومعاه حشيش واتسجن، وعملناه قدوه وطلعناه من السجن، عملنا معاه حوار وبتاعه واعترف. وممثل تاني اتمسك في مطار وهو شايل مخدرات. وممثلين قبل كده في السبعينات، او مش في السبعينات يا ربي، يعني انا مش فاكر سنه كام، كنت لسه صغير، شبكه دعاره اتمسكت في مصر ب2 ممثلات اخوات. ها؟ ولا في ما اعرفش في سنه كام الحقيقه، يعني الواحد ما كانش متابع القصه قوي. اتمسكوا شبكه دعاره ممثلين، ومعروفه القضيه دي جدا. يعني ده سبتوه؟ ده نستر والحكمه والموعظه الحسنه، ولما البلكيمي يكذب نطلع التيارات الاسلاميه كلها كذابه وبياعه للدين؟ هو ده المعيار اللي بتقيسوا بيه يعني؟ وبعدين بيقولوا ولنا في موقعة الشيخ عبد الله بدر إلهام شاهين مثال صارخ على شيخ لا يخجل من اتهام فنانة بالزنا وممارسة الرذيلة. وقال كلام طبعا اللي هو كان قاله الدكتور عبد الله بدر. أمجد بيرد بيقول حنانيكم فما قاله الدكتور عبد الله بدر تناقلته الصحف والمجلات من قبل. الراجل ليس بمبتدع، فمع نفس هذه الممثلة في خلاف مع جلال الشرقاوي، وروحوا شوفوا القضية اللي بينها وبين جلال الشرقاوي. طبعا أنا مش هقول على هوا، اما قال في موجود في اليوم السابع، روحوا قروه. عمل جلال الشرقاوي مع الممثلة دي ايه، وبينهم كلام قد ايه، وبينهم كان قضايا موجودة يعني. ويمكن الرجوع للمعلومات من ملف القضية التي كانت بينهما. بل اسألوا الراقصة الراحلة تحية كاريوكا ماذا قالت للأخت شمس البارودي لما تابت، فقالت لها توبي عن أحضانك وقبلاتك للرجال ولا تتوبي من الفن. ما هي دي كانت زميلتها، ما حدش كلمها ولا لا. عيب تقولي على زميلتك كده ازاي؟ دي بتأدي عمل هادف ورسالة. يبدو ان الفنانة شادية الله يغفر لها، الحاجة شادية وديها الصحة، كانت فاهمة الموضوع غلط لما خلعت من القصة دي خالص. المهم يعني. ثم دعونا نناقش مسألة الفن بنظرة موضوعية ثم شرعية.